انا هجيب التورتيه وهجيب اللحمه المفرومه واعملهم تورتيه كباب. يلا بينا نبدا بسرعه ونقول احنا محتاجين ايه للاكل. محتاجين بصل، فلفل، بقدونس وتوم، لحمه مفرومه وتورتيه وشويه توابل عشان نتبل بيهم اللحمه بتاعتنا. يلا بينا نبدا. اول حاجه هنعملها هنتبل اللحمه، وانا هكتب لكم كل البهارات تحت في الكابشن. وبعد ما نتبلها هنلفها كده لفه حلوه مع بعض، ونقطع عيش التورتيه زي ما انتم شايفين في الفيديو بالظبط. هقطعه يكون مستطيل او مربع، المهم ما يكونش مدور ويكون كله مقاس واحد. شكل العيش بعد ما قطعناه، يلا بقى نقول لكم هنعمل فيه ايه. هنبتدي هنا نرص الطبقات بتاعه العيش واللحمه بتاعتنا. هنجيب التورتيه، وعلشان اضمن كل الرقات تبقى زي بعض ومقاس واحد هعملهم بالمعلقه المعياريه، وهبتدي ارص لحد ما اخلص اللحمه والعيش. انا عملت في اليوم دوت 7 رقات، وهبتدي اقطعهم زي ما انتم شايفين بالظبط في النص اول حاجه، وبعد كده هقطع كل نص لجزئين. وحاولوا يا جماعه تقطعوهم بالظبط نفس المقاس، وبعد كده هقلبهم زي ما انتم شايفين بالطريقه دي علشان ابتدي ادخل فيهم الاسياخ. وحاولوا تعملوا سبيس بتوين كل واحده والتانية علشان ما يبقوش لازقين في بعض، ويبقى شكلهم حلو في التسويه، يبقوا كلهم قد بعض. وهبتدي من فوق بالسكينه اقطعهم، وبعد ما قطعتهم عملوا لي 4 اسياخ كبار. بس انتوا برضو متحكمين في الحجم الاسياخ اللي انتوا عايزينها. انا بصراحه عملوا لي الاسياخ الكبار دي وكان شكلها حلو قوي، كنت مبسوطه بيها جدا. وبعد كده دهنتهم سمنه، وبعد كده هحطهم في التلاجة لمده 30 دقيقه كل الحاجات تمسك مع بعض ويبقوا جاهزين على الشوي. انا عملتهم بره على الجريل، بس انتوا ممكن تسووهم في الفرن، ممكن تسووهم من فوق على البوتاجاز زي ما انتوا عايزين. الريحه بقى والمنظر شايفين حلو جدا. انا قدمت مع خضار مشكل، ومبسوطه قوي. شكلهم حلو جدا.